اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه صيفيه سهله وسريعه في 10 دقائق ان شاء الله تكون واجده بدون فرن. جبت لكم سلسله الوصفات السريعه بدون فرن، هكا ما توقفوش بزاف في الكوزينه وتدبروا على رواحكم عشاء ولا الفطور ولا حتى الحلويات. باذن الله نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد في التعليقات ونكثروا منها باش تبقى شهاده علينا. ونبدو في وصفتنا اللي فيها 4 حبات تاع البطاطا، تقدري تنقصي ولا تقدري تزيدي على حساب عدد افراد الاسره، بصح غير 4 حبات وغادي ما شاء الله تقدكم. هنا غادي نقطعها بهذا الشكل هكا يعني دوائر، وما تكونش خشينه وما تكونش رقيقه لاخاطش تحرحر لك بالخف، ودوائر غليظه تبقى لك تشد لك في الطياب. هنا غادي نقطعها كيما هكا ونحطها في الماء. علاش نحطوها في الماء؟ باش تنقص لنا كميه النشا اللي فيها. تسمى كي غتحطيها هنا في الماء وتكوني تقطعي فيها، غسليها مليح مليح، عاودي بدلي لها الماء الا كان عندك الوقت. الا كنتي تخدمي تمتم مهم شليها غايه وديريها تكثر باش نقصوا لها قلت لكم كميه النشا وما تتعجلناش. غادي نكمل كل الكميه. وبالنسبه لقناتي اليوم وصلوني كم هائل من الميساجات، ما انا ما شفتش با حتى دخلت على بالكم باللي قلبي بغى يحبس. ما على باليش انايا هذه مده والقناه تاعي كانت سينيالا وكل شيء، ودائما كنت نقولها لكم الله المستعان الله المستعان. كانت ايدي خارجيه وما يوصلوني دي ميساج كيما هكا. ما على باليش كانوا دايرين فيها بث مباشر في الليل. مزيه داك البث المباشر ما فيش حاجه ماشي مليحه ولا الحمد لله يا ربي. المهم انا باش نبيع قناتي، قلتوا لي بعتي القناه ولا حاجه، انا باش نبيع قناتي هذه مستحيله السبع. هذيك القناه عندي انايا كيما يعني واحد مولادي، هذيك صدقه جاريه عليا، هذا علم راني نمد فيه كل واحد ويعني الصدقه اللي يديرها. انا هذه صدقه جاريه عليا وزيد فيها المحبه في الله اللي تاعكم، يعني ما نقدرها حتى بثمن وكنز من كنوز الدنيا. سما خواتاتي دعواتكم ليا، راني في واحد البروبليم هكا في القناه ان شاء الله ريغليه، وباذن الله عليها حطي دروك فيديو باش يجيب لي اكبر عدد من التعليقات واكبر عدد من اللايكات، وباش الخوارزميه تاع اليوتيوب تعرف بلي هذه قناتي. الله يجازيكم. كما شفتوا هنا في كيكوطه حطيت شويه تاع الدهان شويه تاع الزيت، حبه بصل مقطعه شرائح، وحطيت هذيك البطاطا بعد لي نشفتها من الماء ولا قطرتها من الماء، حطيتها 2 دقائق فوق النار غير تتقلي عليها هذيك البصله وطيح لي ما تقعدش قاصحه. جيت منها للتتبيله اللي هي الاساس وتعطينا بالنشابه. درت مكعب تاع مرق دجاج جامبو، تقدروا تستغنوا عليه وديروا في بلاصه الملح باش يبننها لنا. درت اعشاب عطريه وتقدروا ديروا زعتره، شويه تاع الكركم، شويه تاع الحرور اللي هو الفلفل الكحل، شويه تاع الثوم بودره، تقدروا ترابوا فص تاع ثوم مع المكونات الاولى اللي درناها في الكوكوطه. ومن بعد هنايا كلشي هاد لي زيبيس نخلطوهم مع بعض ونديروا لهم المحامي. دائما نخدموا بالمحامي باش هكا ما يديرناش هذاك الشوك، والبطاطات ديجا ماهيش تجي نوعيه شابه باش هكا ما تكلوتش وما تجيش قاصحه. نخلط كلشي هنايا هكا ونحل هذيك لي زيبيس نخليها على جهه ونعاود نولي ديك الكيكوطه. خواتاتي تعليقاتكم مهمه جدا في هذا الفيديو ولا الفيديوهات السابقه، ديروا لي تعليقات، كثروا لي جيم، الله يجازيكم بخير. هنايا وليت الكيكوطه، شوفوا لي طاحت لي ديك البصله شويه غير 2 دقائق ماشي بزاف، غير قد ما كنت نوري لكم هنا درت ماريناد ولا تتبيله. نحط فوقها هذيك التتبيله ونزيد هنا شويه تاع ماء. دوك نوري لكم مقياس تاع الماء قداش باش البطاطا طيب النراوي وما تجيش ناشفه. سمحوا لي كي تجي ناشفه تجي ثقيله على الخاطر ما تاكلوهاش. شوفوا لي هنايا الكميه تاع الماء غادي نزيد لها غير شويه. الملح ما درتهاش بتاتا، علاش؟ باسكو جامبو فيه الملح. صاي خواتاتي هكا باش تكون معتدله. هنا هذه هي كميه الماء اللي درتها نبلع على الكوكوطه تاعنا. وحنايا بين قوسين ثاني هنا في وهران وفي الغرب يعني اجمالا نقولوا الكيكوطه. تسمى كي نقول لكم كيكوطه ماشي ما نعرفش نهضر ولا مانيش مثقفه ولا. تسمى خواتاتي الكيكوطه راهي من موروث اللهجه تاعنا. هذه هي. خليتها طابت 8 دقائق فوق النار الاولى، تشعلوها على نار، تشعلوا لها النار قويه بالبزاف غير تسمعيها تصفر. نقصي لها كي الشمعه وعدي لها 8 دقائق. صاي خواتاتي باش ما تتحرحل لكمش بزاف. ها هي راهي قاعده راويه ما نشفتش، ولا تبغيها ناشفه شويه زيت نقص لها الروى ولا المرق تاعها تخليها تتجمر بعد لي تحل عليها. هنا 2 حبات تاع البيض درت لهم شويه تاع الملح وخلطتهم بالفوي حطيتهم فوقها. زدت شويه تاع الزيتون مقطع كيما هكا اختياري، تبغي ديريه تبغي ما ديريش انت وحريه اختيار اللي كانت عندك يعني كيما تبغي. راكم تشوفوا حتى المونتاج تاعي ما درتها لكمش كيما مداري باسكو والله راني المورال تاعي راه مشتت. هنا حطيت هذيك شويه تاع الزيتون، وهنايا فرماج رابي كنت مخلطه موتزاريلا مع شويه ايضام مع الجبن تاع البيتزا هذاك رخيص، يعني خلطت صراحه خلطت مجموعه من الاجبان هكا باش تعطيني نتيجه شابه. حطيتها من الفوقه وابديعوا كيما بغيتوا نتوما في الديكوراسيون والتزيين تاعكم. هنا شندير نبلع على الكيكوطه بصح ما غاديش نبلعها ونغمها كيما الاولى وندير لها الصفاره وكلشي، لا غير باش الصهد هذاك يولي لنا ودلك الفرماج يذوب
تقدروا ديروا سلايس. هنا اش غادي ندير؟ شويه تاع زعتره من الفوق ولا اعشاب عطريه كيما بغيتوا ديروا. هنا خليها مفوجه هكا الكيكوطه، خليها تنشف، هذاك البيض ينشف والجبن يذوب. ها هي بصح ماشي غير تقلعوا لها البلع تقدموها، خلوها غير شويه شدت روحها هنا واحد 2 دقائق ولا 3 فوق البوطاجي. عاد وريت لكم النتيجه هكا باش تكون صادقه 100%. هنا تجيبوا طبسي وتحطوها، خلوها غير قلت لكم تشد روحها باسكو البطاطا تشد الحمال. وهنايا الكراتان تاعنا في 10 دقائق وغير في الكيكوطه وبلا لحوم خرجت لنا نتيجه بزاف شابه. وعلى بالكم بلي انا دائما نبدع لكم في البطاطا ونجيب لكم الوصفات السهله.